بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وصلنا لتقييمات الأسبوع السادس لمادة التربية الدينية الإسلامية، وإحنا في آخر شهر رمضان. ما تنسوناش بالدعوات، يمكن يوافق معنا إن شاء الله ليلة القدر، وأدعو الله عز وجل بهذا الشهر الكريم وبفضل ليلة القدر أن يوفقكم جميعا ويحقق أملكم يا رب. وتعالوا نبدأ التقييم الأول. نص الشعري متحرر على المدرسة الرومانتيكية خليل مطران. وقفت تصورني وتؤثر جانبا يبدو لها مني وتغفل سائري، ولو استطعت لرحت أثبت رسمها بالناظرين وما اكتفيت بناظري. يا ربة الفن البديع بصدقه لا تصدقيه تلطفا بالشاعر، أخشى كثيرا من إجادتك التي تجلو بلا رفق دمامة ظاهري. الشاعر بيحكي هنا عبارة عن قصة كده صغيرة لإحدى الفنانات رسامة كانت هترسم له صورة، وهو معجب برسمها جدا فوصفها بربة الفن البديع، لكن كان بيخشى من إجادتها للرسم إنها ترسم حقيقته فعلا فتظهر إيه؟ دمامة ظاهره، تظهر شكله القبيح لأن شكله ما كانش جميل. هو كان نفسه إنها تظهر إيه بقى؟ تظهر حقيقة بقى داخله، إيه بقى الجميل فيه؟ اللي هو شعره. فنفسه إنها تظهر روحه وشعره الجميل ولا تظهر شكله الظاهري. طيب، إذا بما بر الشاعر طلبه للرسامة ألا تكون صادقة في رسمها، كما فهمت من البيتين الثالث والرابع لسه قايلين حتى لا تظهر دمامة ظاهري، عشان ما تبينش شكله اللي هو ما كانش كويس، ما كانش جميل. بناء عليه، هل رغبته في ان تظهره في الصورة اصغر من سنه؟ لا طبعا. رغبة في ان يبدو في الرسم على طبيعته دون تكلف؟ لا طبعا. طب هل مشفق عليها من الوقوف طويلا وهي بترسم ملامحه؟ لا، امال ايه؟ حريص انه يخفي ما قد يبدو من قبح ملامحه. طيب اذا ايه العاطفه المسيطره عليه وهو بينظر للشاعره؟ زي ما قلنا بيوصفها بانها ايه؟ ربة الفن البديع. طيب يبقى هل هو الاعجاب بمظهره والرسم اللي رسمته له الفنانه؟ لا طبعا. هل متعاطف مع الفنانه عشان تعبانه وهي بترسمه؟ برضه لا. هل بيسخر من صورته عشان ظهرت بشكل قبيح؟ لا، امال ايه؟ الاعجاب ببراعة الفنانة اللي بترسم صورته. يبقى هي دي. باقي تطبيقات ايضا على المدرسة الرومانتيكية. يا من يحملني تكاليف الشباب، ارفق بوهني ارفق بضعفي. زمني تولى والأولى الذين عمروه من صحبي فدعني، ولا الربيع اللي هو الشباب يعني هنا، وجف عودي وانقضى عهد التغني. من الأبيات ما يميز قصيدة مطران، خصائص مطران يعني. هل القصيدة بتقوم على بناء فني جديد ينوع في القوافي؟ لأن القافية مش منوعة. البيت وحدة القصيدة يعني كل بيت ليه معنى لوحده؟ لا، ده مطران في عنده وحدة فنية أو وحدة عضوية، يعني القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد، عكس القصيدة القديمة كانت تبدأ بالغزل والبكاء على الأطلال والوصف والغرض الرئيس وتنهي بالحكمة. طيب يبقى إذا لا، مفيش بيت وحدة القصيدة. التزام وحدة الوزن والقافية الموحدة، لا ده كان عند المدرسة الكلاسيكية، ما كانش عند الاتجاه الوجداني. طب القصيدة تجربة شعورية تجمع بين الشاعر والمتلقي، هو ده. السؤال التالي، قال إبراهيم ناجي: أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. نوع الأسلوب، هلاقي إن الأسلوب هنا خبري، مفيش أي حاجة فيه من الأساليب الإنشائية. طب وغرضه إيه؟ طبعا بيفتخر بمصر، يبقى هنا الأسلوب خبري. أسلوب خبري غرضه، وأي أسلوب خبري غرضه التقرير، يبقى التقرير والفخر، فخر واعتزاز ببلاده. نوع التصوير في قول الشاعر: مصر هي المحراب، ادي المشبه وادي المشبه به، يبقى في تشبيه، يبقى ما يبقاش كنايه، ما يبقاش استعاره تصريحيه عشان المشبه والمشبه به موجودين، وما يبقاش مجاز مرسل. امال ايه؟ في مشبه وفي مشبه به، يبقى تشبيه بليغ.
طيب، أواه من يومي ومن أمسى معا. نوع اسم الفعل أواه اللي هو يعني. هل ده معناه أتضجر؟ لا طبعا. هل معناه أتعجب؟ لا طبعا. هل معناه أتخيل؟ لا. أمال إيه؟ أتوجع وأتألم، وده مضارع. آه. الجملة اللي اشتملت على اسم فعل أمر، عندي هنا أمامك أيها العربي يوم، ده ظرف بمعنى أمامك. ابني حياتك أيها العربي فالمجد يحتاج من يعيده، لا برضه. سرعان من فتحت الدنيا لعزمتهم فانطلقوا أسودا، سرعان ده ماضي. أمامك أيها العربي إني أرى الأيام، أهو ده. أمامك هنا بمعنى تقدم. تقدم أيها العربي إني أرى الأيام تعطي ما يريد. هنا عايز مني مقال قصير تعبر عن حلمك اللي بتسعى لتحقيقه. هقول له إن حلمي كطالب ليس فقط الحصول على الدرجات العليا، وإنما أطمح أن ألتحق بكلية من كليات القمة التي تناسب طموحاتي، لأبني مستقبلي وأكون عنصرا فعالا في بناء مستقبل وطني. وأنا أؤمن أن النجاح وتحقيق الأحلام لا يحدث بمجرد الحلم، ولكن بالسعي والعمل الشاق الدؤوب. وندي فرصة لأحبابنا تصوير السبورة في المقال. ننتقل للسؤال الثاني. مديني نفس القطعة وبيقول لي سبب تمني الشاعر ان يكون رسم الفنانة ناطق في البيت الثالث. يبقى نفسه زي ما قلنا ما تجيبش شكله الظاهري عشان هو دميم الشكل، عايز بس تعبر يكون منطقي عن شعره الجيد. يبقى التعبير عن شكواه من تجاهل الفنانة لإظهار ملامحه الحقيقية، لا. صرف الناس عن التدقيق في اللي رسمته الفنانة، برضه لا. ثقته ان شعره وفصاحته اجمل ما يميز شخصيته، يبقى هو ده ان اللي بيميزه شعره. فهي عايز يعني في الرسم تظهر هذا الامر ولا تظهر ملامحه الشكليه. طيب، التكنولوجيا الحديثه اللي بتحقق امنيه الشاعر. طب الشاعر هنا صوره، وفي نفس الوقت عايز الصوره دي تكون ناطقه. طب ما دام صوره وبتنطق، يبقى ده ايه في دول؟ هل دي رساله الكترونيه؟ طبعا لا. تسجيل صوتي؟ لا، عشان ما فيهوش صور. امال ايه ده؟ يبقى تصوير فيديو كده، عايزها فيديو لان صوت وصوره. تطبيقات على المدرسه الرومانتيكيه. ما الذي تبغين من جوبك يا شبهات الطير؟ قالت وابانت نحن امال الصبا، كانت لنا ها هنا محبوبه عاشت وعانت، كانت الورده في جنتنا ملكت بالحق والجنه دانت. بيقول لي سمة من سمات المدرسة الرومانتيكية. هل المدرسة الرومانتيكية بتستعير المادة الأدبية من بلاغة القدماء؟ لا، ده تبع الكلاسيكية. هل هنا تشاؤم وهروب من الواقع للخيال؟ لا طبعا. هل هنا بيعبر عن عاطفة حادة فوق الواقع فوق الخيال يعني؟ خيالية زيادة عن اللزوم يعني؟ طبعا لا. امال ايه؟ هنا عاطفة الحب الصادق في هوى المحبوبة. السؤال الثاني. قال إبراهيم ناجي شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. نوع الأسلوب هلا طبعا أسلوب أيضا خبري. أسلوب خبري غرضه إيه؟ أيضا التقرير والفخر، فخر واعتزاز بالشباب. طيب، نوع التصوير في قول الشاعر بكرنا بكور الطير، صور بكورهم ببكور الطير. بكرنا بكور، دي بكور طبعا دي مفعول مطلق، بكرنا بكور. وطول ما مفعول مطلق على طول ما نفكرش بنختار تشبيه بليغ. السؤال الثاني. كانوا العماليق والدنيا تساندهم، هيهات ما يستوي العملاق والقزم. نوع اسم الفعل اللي هو هيهات طبعا اسم فعل ماضي، يبقى مضارع وامر دول مش تبعنا. هنا مضارع ايضا مش تبعنا، يفضل معنا طبعا ماضي ومعناها بعد جدا او بعد بعدا شديدا.
طيب الجملة اللي فيها اسم فعل أمر، بعد الديار بعد الديار واحتوتك ديار، هيهات للنجم الرفيع قرار. هيهات ده ماضي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك. ويك ده مضارع. إليكم يا بني بكر إليكم، إلى ما تعلموا منا اليقين. أي إليكم معناها تنحوا، ابتعدوا، وده اسم فعل أمر، يبقى هو ده. طيب عايزين مقال قصير عن أهمية العمل الجماعي. طب تعال نشوف المقال. العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نجاح أي عمل، وإن قدرة المجتمع على النهوض والتقدم تقوم على قدرته على العمل الجماعي التعاوني، بما يحقق الانسجام والتوافق والرضا والسرعة في العمل. وهنا تذوب المصالح الشخصية ويتم تغليب مصلحة الجماعة، بما يعزز قيم الحب والانتماء للوطن والعمل على رفعته. ندي فرصة لأحباب أيضا تصوير السبورة. ننتقل للسؤال التالي. مديني نفس القطعة طبعا هنا، ويا ربة الفن البديع بصدقه، لا تصدقيه تلطفا بالشاعر، ليعنك ربك يا مصورتي على ما سمت فنك من عناء باهر. أما أنا فلقد رسمتك في الحجة، يعني في العقل، رسما به ملأ السرور سرائري، لك فيه مرآة إذا استطلعتها، يعني الصورة اللي رسمتها لك في عقلي ده لو انت شفتيها راعتك ألوان الجمال الساحري، هتعجبك أوي الجمال والصورة اللي رسمتها لك في عقلي. طب راعتك ألوان الجمال الساحر، روعة ما كتبه الشاعر في وصف الفنانة، دي تمشي معانا. طيب تفاجؤ الرسامة بأن براءة الشاعر تفوق براءتها، لا هو طبعا ما رسمش في الحقيقة. دهشة الفنانة لما عرفت انه رسمها بريشة، لا ده هو رسمها في عقله. اظهار روعة الالوان اللي استخدمها الشاعر، لا ده استخدمها في عقله، ما فيش ريشة ولا رسم اساسا. يبقى روعة ما كتبه الشاعر، لان يقصد طبعا الرسم اللي رسمه لها في عقله ايه؟ ده بالقصيدة بالكلمات وليس بالرسم. هات من الابيات ما يشير لرأي الشاعر في رسم الفنانة. طبعا هنا فقد اكون ومنطقي هو اللي بيسترني، طبعا ده لا. اما انا فقد رسمتك في عقلي، طبعا لا برضه. راعتك الوان الجمال الساحر، برضه دي ما فيهاش حاجه. امال ايه؟ وصفها بربة الفن البديع، فكده اعجاب برسمها. السؤال التالي. يا زهرة يا زهرة تحيي رواعي حسنها وتميت ناشقها بلا إرعاء، هذا عتابك غير أنني مخطئ، أيرام سعد في هوى حسناء. طبعا هنا بيقول لي من سمات الاتجاه الوجداني، بيوصف حبيبته بالزهرة الجميلة اللي هي تحيا، واللي يستنشقها يتعذب ويتألم بقى من هذا الاستنشاق، عذاب الحب الجميل بقى. هذا عتابك غير أني مخطئ، أيرام سعد في هوى حسناء، اللي يحب بنت جميلة لازم يتعذب. يبقى هل هنا تشاؤم ويأس واستسلام للأحزان؟ أي نعم في أحزان بس مش تشاؤم، يعني هنا خطأ. طيب مسحة الحزن، في حزن بس هل هنا هروب من الواقع؟ لا ما فيش هروب من الواقع. خلي بالك الجملة تبقى نصها صح ونصها خطأ. طب الإيمان بذاتية التجربة دي صح، ذاتية التجربة بس ما فيش حنين لمواطن الذكريات هنا. يفضل معانا بس الصدق الوجداني وصدق التعبير باللغة الحية النابضة. خلي بالك الأبيات فيها حزن زي ما قلت بس ما فيش تشاؤم، عشان كده ما خدناش دي. أيضا فيها حزن بس ما فيش هروب من عالم الواقع، عشان كده ما خدناش دي. أمال إيه؟ الشاعر صادق في وجدانه في عاطفته يعني، وبيعبر بلغة حية نابضة. لأنه هنا الحزن اللي هو حزينه حزن بيسعده، لأنه بيعبر فيه أو بيتألم ألم جميل ألم لذيذ، فهو محبوبته. طيب قال إبراهيم ناجي: شباب نزلنا حومة المجد كلنا، ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. نوع الأسلوب طبعا أيضا أسلوب خبري، وأيضا غرضه إيه؟
الفخر والاعتزاز. لو عايز تقول طبعا التقرير، تقرير الفخر والاعتزاز، برضه صح. نوع التصوير في قول الشاعر حومة المجد، صور المجد بالحومة، يبقى هنا تشبيه بليغ لأن المشبه والمشبه به الاثنين موجودين. طب السؤال التالي، قال شوقي: سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم وأنهلوا الناس من سلسالها الشبني. نوع اسم الفعل سرعان، طبعا سرعان ده ماضي، يبقى مضارع مش تبعنا، أمر مش تبعنا. عندنا اتنين ماضي، طب سرعان معناها سرعة، يبقى هنا ده مش تبعنا، يبقى عجل، عجل وأسرع، عجل وأسرع. فاعل اسم الفاعل الوارد في البيت، سرعان ما فتحوا، طب ما فتحوا ده بنسميه مصدر مؤول، اللي هو ما المصدرية زائد الفعل، يبقى هو ده اللي هو الفاعل بتاع سرعان، يبقى ما فتحوا المصدر المؤول، ما المصدرية والفعل. طيب مقال قصير عن التجارة الإلكترونية. لقد شهد العالم في الفترة الأخيرة تحولا نحو التجارة الإلكترونية، وهي عملية بيع وشراء السلع بالإنترنت، فهي توفر الوقت والجهد، حيث يتم توصيل المنتج لمنازلهم في سهولة ويسر، ويتيح لهم المقارنة بين المنتجات وأسعارها. أيضا هي بوابة منخفضة التكاليف، ويمكن للشباب الدخول فيها بأقل تكلفة مالية. ندي فرصة لأحبابنا أيضا لتصوير السبورة. كده أحبابي نكون وصلنا لنهاية تقييمات الأسبوع السادس، ويتبقى فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وما زلنا مع تقييمات الأسبوع السادس. كنا قدمنا لكم التقييمات الثلاثة، كان متبقي فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. ما تنسوناش بالدعوات لهذه الأيام المباركة. طيب، نصوص متحررة: المدرسة الرومانتيكية، لعينيك من جارة جائرة، شقائي وآمالي العاثرة، أتنئين عني، تبتعدين يعني عني، وتجفينني لإرضاء طائفة ماكرة، عشان ترضي الواشين والنمامين اللي بيفرقوا بيني وبينك، وإني أهواك ملء عيوني وملء حشاشتي الصابرة، وملء الزمان وملء المكان ودنياي أجمع والآخرة. ايه اللي بيؤكد عليه الشاعر في البيت الثالث؟ اني اهواك ملء عيوني ملء حشاشتي. يبقى هل هي سبب آلامه؟ لا طبعا، ده هنا هو بيأكد على انه بيحبها. طب ان احزانه بتقتله؟ طبعا لا. العاشقون مظلومون؟ طبعا لا. امال ايه؟ بيقول لها انت الهواء اللي انا بتنفسه، بيبين مدى حبه لها. طيب المغزى من قول الشاعر: أتنئين عني، تبتعد عني وتشفيني عشان ترضي طائفة ماكرة، ترضي النمامين والواشين. يبقى الحب الحقيقي لا تهزمه الظروف؟ لا طبعا، هو بيتكلم عن النمامين. طب التدليل على أن الحبيبة قلقة؟ لا طبعا. أفكار الحبيبة ليست صائبة؟ برضو لا. أمال إيه؟ إن الوشاه بيسعوا إنهم يفرقوا، ترضي طائفة ماكرة، يفرقوا بين الحبيبين. نوع الصورة في قوله: وإني لأهواك ملء عيوني، كان عن شدة الحب طبعا، يبقى ده مش تصوير ولا تشبيه. طيب كان عن شدة الحب، فدي طبعا ايه؟ صفة وليست موصوف. ايه العاطفة المسيطرة على الشاعر من خلال الأبيات؟ طيب هل هنا استسلام وشقاء؟ طبعا لا. حب جارف عنيف؟ برضو لا. تشاؤم ويأس؟ لا. امال ايه؟ هو عشق بس ايه؟ مبطن بالحزن والألم. دايما الرومانسي بيبقى حزين لبعد محبوبته عنه. طيب ايه اللي بيقوم عليه الاتجاه الوجداني؟ ان البيت وحدة القصيدة؟ ده طبعا عند المدرسة الكلاسيكية. الفكر يسبق الشعور؟ لا ده مش عندهم. طيب الاعتماد على بلاغة القدماء؟ لا. امال ايه؟ التطلع الى المثل العليا. كان في الشعر لي مرام خطير، فعدا طوق المرام الخطير، هائم في الوجود أسأله الوحي كما يسأل الغني الفقير. سمة من سمات شعر مطران.
ألفاظ تراثية ده طبعا لا، عند المدرسة الكلاسيكية. البيت وحدة القصيدة ده عند المدرسة الكلاسيكية. بلاغة القدماء ده عند المدرسة الكلاسيكية. يبقى لغته تبتعد عن الألفاظ الغريبة النابية. طيب حدد الأسلوب الخبري غرضه إيه من هذه الأساليب. يحيى البرمكي بيخاطب الخليفة هارون الرشيد: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المزلة بادية. يبقى هنا الأسلوب الخبري ده غرضه إيه؟ غرضه الاستعطاف والتذلل، بيتذلل للملك وبيستعطفه. عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. طبعا هنا الفخر. قال طاهر بن الحسين: وليس أخو الحاجات من بات نائما لكن أخوها من يبيت على وجل. فهنا بيقدم حكمة، بيقدم فيها النصيحة، يبقى النصح. طيب سؤال نحو: حدد اسم الفعل ونوعه ومعناه. بعدت ديار واحتوتك ديار هيهات للنجم الرفيع. هيهات ده اسم الفعل، نوعه ماض، اسم فعل ماضي. طيب ومعناه ايه؟ معناه بعد بعدا شديدا. آها لها من ليال. آها ده اسم فعل مضارع. طيب وإيه معناه؟ معناه طبعا أتوجع أو أتألم. سل عن شجاعته وزره مسالما وحذاري ثم حذاري منه. طبعا حذاري ده اسم فعل أمر. طب إيه معناه؟ احذر. هيهات، هيهات ماض، نوعه اسم فعل ماضي. طيب وإيه معناه؟ معناها بعد بعدا شديدا. صه يا غلام إذا تكلم الكبير. صه ده أمر. طب وإيه معناه؟ اسكت. خش على التعبير. اكتب مقالا قصيرا عن أهمية مواجهة الشائعات اللي بتنال من سلامة الوطن. تعد الشائعات سلاحا خفيا يهدف لتدمير الوطن وزعزعة الاستقرار الداخلي بنشر الأكاذيب، فهي تعمل على إضعاف الروح المعنوية ونشر الخوف والتشكيك في مؤسسات الدولة، فما يهدد الأمن القومي. ولا بد من مواجهة هذا الخطر، ويتطلب ذلك نشر الوعي وتحري الدقة في نقل المعلومات الغير موثوق بها. فإن التصدي للشائعات ليس اختيارا، بل هو واجب وطني لحماية الوطن ومستقبل أبنائه. ويجب مواجهة الشائعات بنشر الحقائق، فالحقيقة هي الدرع الأول لحماية الوطن من هذه الشائعات والأكاذيب. ندي فرصة لأحبابنا لتصوير السبورة. ننتقل للسؤال التالي. نص متحرر من المدرسة الرومانتيكية. قال خليل مطران: أليس الهوى روح هذا الوجود كما شاءت الحكمة الفاطرة، فيا هند أنت مني مهجتي وناهية القلب والآمرة. أنا بقى حبيبته ما شاء الله مسيطرة شدة الحب. إليك أميل وإياك أبني بعاطفة في الهوى قاهرة. طيب يا هند أنت مني مهجتي، أنت روحي. فهنا إن الشاعر بيبكي إن حبيبته مسيطرة عليه؟ طبعا لا. إثبات إن الحب الطاهر العفيف ما بيتهزمش؟ برضه لا. خضوع تام للحبيبة؟ لا، ده هو بيقول إن هو بيحبها. يبقى تأثير الحبيبة على شخصيته. إيه الصورة البيانية في قوله ناهية القلب وآمرة؟ تصور القلب ده بإنسان بنأمره وننهاه، فطبعا ده استعارة مكنية. سمة من سمات الرومانتيكية من حيث التجديد في بناء القصيدة. طيب إن القصيدة كائن حي تتحدد أفكارها من خلال الحدة
العاطفية؟ طبعا لا. بناء القصيدة يقوم على مفهوم فني يمزج بين الخيال والموسيقى؟ طبعا لا. البيت وحدة القصيدة؟ لا، ده عند الكلاسيكية. طب امال ايه؟ القصيدة وحدة فنية متكاملة وتتلاحم عضويا ونفسيا. السؤال التالي: على ما يقوم مذهب مطران الرومانتيكي؟ اكتشاف الفرد ذاته ولا عمل على النهوض بها؟ ممكن لو عايز اكمل: والتطلع للمثل العليا. طب 3 سمات يقوم عليها شاعر خالد مطران: تحليل العواطف الإنسانية، التطلع للمثل العليا، القصيدة تجربة شعورية تجمع بين الشاعر والمتلقي. ندي فرصة لأحبابنا صوروا جزء السبورة. ننتقل للسؤال التالي: الأسلوب الخبري، حدد الغرض. هنا أبو فراس الحمداني: إن إذا اشتد الزمان وناب خطب وأدلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر نعم، حمر نعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. طبعا هنا الفخر، بغرضه الفخر. حدد اسم الفعل في الأمثلة التالية ونوعه ومعناه. عندي شتان، طبعا ده ماض، ده نوعه. طب ايه معناه شتان؟ افترق. عليك بالعلم، عليك معناها الزم، وده امر، اسم فعل امر ومعناه الزم. امامك، امامك امر ومعناه تقدم. اليك الورده، اليك امر ومعناه خذ. التعبير: عايز مقال قصير عن أهمية غرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الشباب. إن غرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الشباب هو الركيزة الأساسية لبناء أمة قوية قادرة على النهوض والتقدم ومواجهة التحديات. فالمواطنة الحقيقية ليست شعارات، بل هي سلوكيات ومبادئ تترجم على أرض الواقع، فتتحول إلى عمل مخلص من أجل رفعة الوطن. يبقى عمل مخلص من أجل رفعة الوطن وحماية أراضيه. فعندما يدرك الشباب، طبعا هنا أراضيه أحبابي هاء وليست تاء مربوطة. فعندما يدرك الشباب قيمة تاريخه وعظمة وطنه يصبح سدا منيعا ضد أي فكر يحاول النيل من هوية المجتمع. فالاستثمار في الشباب وغرس قيم الانتماء لديهم هو الضمان الأساسي للتقدم في هذا الوطن وتحقيق مستقبل مشرق. ندي فرصة لأحبابنا أيضا لتصوير السبورة. وبكده أحبابي نكون انتهينا من الأسبوع السادس. ما تنسوناش بدعواتكم، انتظرونا في القادم. وفقكم الله.